قال لسيدي أما آن لحزنك أن ينقضي؟ إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. بس انت شنو الغريب بيكم؟ يعني انت تصور جسد حمزة مو مثلت به هند، قصت مذاكيره وجدعت أنفه وقصت أذنيه وخلتها القلادة. نحن بنات طارق يتفاخرون بها، صحابية يسموها. ترى إلى يومنا هذا اليوم إذا تدخل الآن بالفيسبوك راح تشوف صورة يلزموا لهم رجل يمزقوه ويطلعون قلبه ياكلوه. صدقني يطلع شلون تطلع معلاق الذبيحة هالشكل. موجودة صورة الآن حديثة يأكل قلبه. إذن هم أحفاد هند إلى اليوم باقون. لكن مع هذا يقول له سيدي انتوا شنو اللي يضركم؟ إن القتل لكم عادة. التفت إليه قال شكر الله سعيك يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عينك أم سمعت أذنك أن علوية لنا سبيت قبل يوم عاشوراء؟ يا أبا حمزة والله ما وقعت عيني على أخواتي وعماتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء.